السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنقدم النهاردة قطعة جميلة جدا ونادرة من عهد سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. هو فلس عربي بيزنطي من عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ضرب في الجابية عاصمة الغساسنة بعد معركة اليرموك سنة 17 خلال زيارة الخليفة عمر إلى الشام. هذا الفلس قلد العربي، يعني قلد العملة البيزنطية، الفلوس البيزنطية في أيام هرقل، إمبراطور هرقل، لإصدار جزيرة قبرص. يعني هرقل عمل فلوس لجزيرة قبرص لأن هرقل عزز قبرص بالبحرية البيزنطية وجعل من قبرص قاعدة عسكرية قوية، وخطته أن يبدأ معارك لإعادة بلاد الشام بمساعدة الروم. كنا قلنا قبل كده في عملة قبل كده الحكاية دي. عايز يستعيد بلاد الشام بمساعدة الروم البيزنطيين اللي مقيمين داخل البلاد العربية وداخل الشام، ولكن عمر بن الخطاب أفشل له الخطة بتاعته دي بأن هو رحل كل الروم اللي هم الناطقين باللغة غير العربية، وتم حصرهم كلهم في بعلبك. قلنا الكلام ده في عملة قبل كده، الحدوتة دي يعني. وبقت الخطط بتاعت هرقل بالفشل، فشلت. وفعلا سبب التصرف بتاع عمر بن الخطاب ان هرقل سحب جنوده ومشي وما عملش الحملة دي. الفلس بيقلد نقود هرقل في الوسط وابنيه الى اليسار واليمين. لو بصينا على القطعة نفسها، وخلف الفلس حرف الميم اليوناني رمز قيمة الفلس 40 نمنة، ونمنة يعني سنة. إلى اليسار إلى يمين حرف الميم رقم 17، وأسفل حرف الميم. احنا بنوصف القطعة عشان برضو إيه ما يبقاش في حاجة شبهها. وزنها 4 جرام و561 من الجرام، القطر بتاعها 21 ملي. الفلوس دي متوفرة في سوريا ونادرة جدا في بقية العالم. والطبري ذكر في سنة 17 هجرية كيف ودفع الخليفة عمر بن الخطاب عطوات للمسلمين، حيث نالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أكبر مبلغ، وبعدين القراء، ويتلاه الأنصار والمهاجرين إلى آخر جندي بسيط. وكل يعني في المقال اللي احنا بنطلع عليه من التاريخ بيقول واجب تفرقوا بين فلوس هرقل وفلوس الخليفة عمر بن الخطاب، لأن هي بتقلدها بالظبط. يعني هي بتقلد العملات اللي هي بتاعت هرقل بالظبط، نفس الحكاية. وبنقدم العملة دي طبعا اتفرجوا عليها، برضو عملة جميلة جدا، وإن شاء الله نقدم لكم جديد بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.